السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ مبدئيا والله العظيم كان نفسي اعرف السفير الموزمبيقي في مصر عايش فين علشان اروح اخد له بوكيه ورد كبير كده جميل، واروح اشكره واقول له احنا ممنونين جدا من المنتخب الموزمبيقي بالواجب اللي عمله معانا. صراحة هم عملوا معانا واجب، عملوا معانا فوق الصح. سيبنا من الهزار بقى نخش في الجد. عايزة اكلمكم في موضوعين مهمين جدا. الموضوع الاولاني هو ليه فيتوريا اتفرض علينا؟ ليه فيتوريا مفروض على الشعب المصري ومفروض على منتخب مصر؟ مفروض يعني ايه؟ يعني مجبرين عليه. بمعنى ان الراجل ده احنا شربناه. ليه؟ ما تعرفش. لو مدرب مصري اللي حصلت معاه النتائج دي او قال تصريح دوت قبل البطولة ان انا مش رايح اخد الكاس، كان زمان قاعد في بيتهم دلوقتي بيتفرج على البطولة زينا كده. ولكن ليه فيتوريا بقى مكمل؟ مكمل علشان الراجل ده شخصيته ضعيفة جدا. بمعنى بمعنى اللي بيتقال له عليه بيعمله. متلعبش ماتشات ودية كتير، ماشي. اللعيب ده ما يلعبش، ماشي. اللعيب ده لازم يلعب، ماشي. هقول لكم ليه انا خدت الانطباع ده. هقول لكم مثل بسيط قوي. المباراة الأخيرة اللي لعبناها الودية قبل السفر على طول، المفروض ان انت بتلعب اخر مباراة قبل ما تسافر علشان انت بتقف على مستوى بعض اللعيبة، واللعيبة تندمج مع بعضها في اللعب، واللعيبة تعرف المركز ده هيلعب فيه مين، وده هيلعب فيه مين، ومين هيبقى بديله، وهكذا. وبتقف على مستويات بعض اللعيبة اللي انت مش متأكد منها. ليه كابتن صلاح اللي بيلعب في فريقه اساسي 90 دقيقة، واللي انت عارف مستواه واللي احنا عارفين مستواه واللي العالم كله عارف مستواه، يلعب مباراة ودية ملهاش اي اهمية ونتيجتها ما تفرقش معانا بحاجة، ولكن صلاح لازم يلعب؟ ما كانش المفروض يلعب. جاي من سفر وجاي من دوري قوي، واحنا عارفين الدوري الانجليزي قد ايه قوي، وهو بيلعب مع فريق كبير، والراجل معروف مستواه، والراجل بيلعب 90 دقيقة وما عندوش مشاكل، تمام، ومش محتاجين ان احنا نعرفه يعني. ولكن اتحاد الكرة يقول له ايه؟ لا المباراة لازم تتسوق. هتتسوق ازاي من غير صلاح؟ الاعلانات هتيجي ازاي من غير صلاح؟ لازم الجنيهين يا ابويا. فطبعا صلاح يلعب. صلاح يلعب ويسافر، يلعب ماتش كامل 90 دقيقة مع موزمبيق، تلعب في مكان غير في مكانه، ما علينا. ينزل الراجل الماتش اللي بعديه في الشوط الاولاني يجيله شد، يطلع مصاب. عرفتوا ليه فيتوريا قاعد؟ لا زي فتوح، ما تلعبوش عشان ما يجيلوش عروض. ده يقعد، حاضر يقعد. وهكذا. واحد زي النني صديق صلاح يلعب رغم ان هو مستواه على الله، في فرقته ما بيلعبش، قاعد على الدكه، يلعب، ماشي حاضر. هو ده اللي مقعد فيتوريا لحد دلوقتي. هو دي المعايير اللي اتحاد الكوره بيختار بيها المدربين اللي بيدربوا منتخب مصر. منتخب مصر يا جماعه طالع من دوري المجموعات في بطولة أفريقيا، داخل فيه 6 جوان. 6 جوان في 3 ماتشات، كتير قوي على منتخب مصر. كتير كتير، حاجة تزعل. بس الحمد لله احنا طلعنا. عايزة أقول لكم إن في مشاكل في الدفاع في منتخب مصر كلنا عارفينها وكلنا فاهمينها وكلنا حاطين إيدينا عليها. الدفاع هلهولة، يعني هلهولة المهلهل دفاعنا للأسف يعني 6 جوان في 3 ماتشات، اعرف إن أنت ما عندكش دفاع. دفاع على الله، والدفاع محتاج شغل كتير، محتاج تركيز، محتاج 2 لعيبة يكونوا فاهمين بعض، محتاج ان انت تفكر شوية ان انت داخل على خروج مغلوب، يعني ما ينفعش يخش فيك جوان وانت ما بتعرفش تعوض بسهولة. يعني انت بتروح مثلا على الجون ب10 15 هجمة بتجيب جون. فاحنا عندنا مشكلة كبيرة في الدفاع لازم تتحل قبل خروج المغلوب، لان ده هيبقى صعب. عندك فرصة، وعندك انت الماتش الجاي هتلعبه يوم الاحد،
فانت عندك فرصه ان انت اللعيبه ترتاح وتاخد نفسها وانك لو عندك مشاكل تحط ايدك عليها. وانت كل مؤتمر صحفي بعد المباراه تقول لنا احنا عندنا مشاكل واحنا هنحلها وحطينا ايدينا على المشاكل. نفسي اما تحط ايديك على المشاكل بقى تشيلها، يعني ما تحطش ايديك وتريح يعني. تمام. اللعيبه للاسف يعني اي نعم الماتش كان حلو، لعبوا ماتش حلو برجوله، ما نقدرش نقول مين كان احسن من مين، ولكن كان عندهم مشكله هم في الفردي. يعني كل لعيب لوحده بيلعب كويس وعمل اللي عليه وادى اللي عليه ومشكور، ولكن جماعي لا، كان عندهم مشكله. يعني في اللعب الجماعي كان عندهم مشكله جماعيا، هم متسربعين مستعجلين، ما تعرفش مش فاهمين بعض. يعني هو في حاجه، يعني اللعب الجماعي كان يعتبر نقول نسبة 25%، قليل قوي. وده طبعا مش صح، لان انتوا فرقة كورة. ففرقة كورة يعني تيم واحد، يعني المفروض انتوا بتلعبوا مع بعض. كل واحد فيكم لوحده بيلعب كويس، لكن مع زمايله لا، قليل جدا اللعب مع بعض. وفكرة ان انت بتلعب تيم وكل واحد بيلعب في وادي، دي بتوصل في النهاية للنتائج اللي احنا شفناها. 3 تعادلات وبالعافية صعود، وبالعافية دخل فيك 6 جوان، وده بسبب ان انت ما بتلعبش تيم واحد. عندنا نص الملعب مطمنين عليه، يعني في شوية كده حاجات، بس مطمنين عليه الحمد لله. يعني نص الملعب الحمد لله في امان. عندنا في الدفاع مشاكل، في نهائي الهجمة دي المشكلة الأكبر. انت اول ما بتعرفش تنهي الهجمة صح. عندك مصطفى محمد يعني مهاجم على اعلى مستوى، والراجل بيلعب بقلبه وبروح، وراجل جميل جدا لكن في مشكله عنده، مشكلته الوحيده وهي دي اللي ناقصاه علشان يبقى مهاجم متكامل، ان هو ما بياخدش الاماكن الصح. يعني ما بيقفش في المكان الصح، يعني انت ما بتلاقيهوش، يعني على طول يبقى واقف غلط، يبقى مش مركز، ودي حاجة صعبة جدا على المهاجم، لأن أنت المفروض أنت تبقى ظاهر لزمايلك. تمام. يا رب فيتوريا يكون مصحصح للحاجات دي وفايق لها. وبالنسبة لكابتن صلاح، كابتن صلاح خلاص رايح يتعالج في إنجلترا، ربنا يرجعه بالسلامة. كابتن صلاح مشكلته مش إصابة صعبة، يعني حاجة بسيطة، بس الناس خايفين عليه وهو خايف على نفسه، فهيتعالج إن شاء الله هناك في إنجلترا. بس في حاجة مزعلاني قوي، يعني ايه يورجن كلوب بيقول لك لو وصلتوا للنهائي هبعته لكم. حاجة وحشة قوي يعني، تصريح يزعل. لو ما تبقوا بقى توصلوا للنهائي ابقى ابعته لكم يلعب معاكم النهائي، ياخد الشو والسكسيه بقى من الناس، وكل الناس اللي تعبت وكافحت لحد ما يوصلوا للنهائي دول هيبقوا في النهاية ملهمش لازمة. في الآخر هيبقى صلاح، يعني في الآخر برضه هيبقى صلاح. يعني ما اعتقدش ان التصريح ده حلو ولا يعجب حد. مش هنتكلم بقى على الاصابه ايه، والاصابه صعبه او مش صعبه، هيقعد قد ايه، هينزل بعد ايه، مش مشكلتنا خالص. بس انا عايزه افكركم بحاجه كده على السريع. يعني كان عندنا لاعب اسمه مروان محسن كده، كان جاله رباط صليبي في بطوله من البطولات. رباط صليبي يعني انت مش هتكمل، انت تقعد سنه قبل ما تتعالج. انتوا عارفين يعني ايه رباط صليبي. فانت كده كده مش هتشارك ومش هتلعب في البطوله مع العيال دي وخلاص، والموضوع معاك منتهي. لكن الراجل اصر ان هو يقعد مع الفرقه ويكمل مع المنتخب، يدعمهم ويبقى معاهم وما يسيبهمش. هم دول المصريين. وفي النهايه عايزه اقول حاجه، بس حاجه واحده يا جماعه، ده منتخب مصر. هو اسمه كده، اسمه منتخب مصر، زي منتخب غانا، منتخب السنغال، منتخب المغرب. اسم منتخب مصر يعني اي منتخب بيتسمى باسم بلده، مش باسم لعيب، ايا كان اللعيب ده ايه، وايا كان مستواه، وايا كان بيلعب فين، وايا كان اللعيب ده مين. في النهايه المنتخب بيتسمى باسم البلد مش باسم لاعب. فاحنا منتخبنا اسمه منتخب مصر، احفظها كويس، اسمه منتخب مصر مش منتخب لاعب. وبشكركم، معلش طولت عليكم النهارده شويه. تصبحوا على الف خير. السلام عليكم. بتمنى التوفيق لمنتخبنا وكل الدعم للمنتخب، منتخب مصر مش منتخب صلاح. شكرا.